السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب طبعا بكل المشتركين معايا في القناة، اخواتي وحبايبي، والمشتركين الجداد اهلا وسهلا بكم، شرفتوني ونورتوني. النهاردة نبدأ فيديو جديد ويوم جديد. ده كان الغدا بتاعنا فقلت اشاركه معاكم. فيديو سريع كده مش زي الفيديوهات التانية، عبال بس ما ربنا يكرم كده ونعمل مع بعض فيديوهات طويلة شوية. هنا كان الغدا بتاعنا المكرونة والكبدة الاسكندراني والبطاطس المحمرة زي ما انتوا شفتوا كده. فهنعمل مع بعض طريقة الكبدة الاسكندراني زي ما انا بعملها. اول حاجة طبعا حطيت في طاسة على النار حبة زيت كده وسخنتهم كويس، وبعد كده نزلت بالكبدة بتاعتي اديتها تشويحة كده. بعد كده التوابل كان توم مفروم وفلفل اسود وكمون وشوية قرفة صغيرين وكمون كتير. وبعد كده هنزل بالملح، هديهم برضو تقليبة كده على النار. بعد كده بعصر عليهم ليمون، دي بتدي طعم حلو قوي للكبدة وكمان بتخلي لونها فاتح كده ما تغمقش. بعد كده هنزل عليهم بفلفل مقطعه بقى، ممكن فلفل رومي، بس هي طبعا بتبقى الوصفة دي حابة فلفل سبايسي اللي هو الحامي يعني، فبقطع كده شوية حلوين من الفلفل وبحطهم على الكبدة بتاعتي في الآخر خالص، واديهم كده تقليبة على النار. زي ما انتوا شايفين هنا كان ابني هو اللي بيقلب، يعني قال لي قلب يا ماما معاكي، فقلبنا كده خلاص وطفينا وكانت الوجبة بتاعتنا جاهزة. وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش بقى في اللايك والشير وتشتركوا معايا في القناة.